ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. معاك دكتور فارس نشأت، وان شاء الله النهارده هكلمك عن ازاي تذاكر الكيمياء بطريقه عمليه على ارض الواقع. سيبنا من الكلام بتاع الفيديوهات الكتير، تلاقي الفيديو على اليوتيوب ولا على السوشيال ميديا يقول لك ازاي تذاكر كيمياء، في الاخر هي خطوات يعني او حاجات مش واقعيه، حاجات مثاليه. لا، احنا النهارده جينا على ارض الواقع وهنقول لك ازاي بالظبط تذاكر الكيمياء. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كمان حاجه ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، عشان باذن الله هننزل فيديوهات الفتره الجايه حلوه قوي. اول حاجه كده ما تنساش انك تنضم برضه لجروب التليجرام، هتلاقي تحت في الوصف اول تعليق مثبت. او مش عارف تنضم خالص، اكتب كلمه تم وانا هخليك تنضم لجروب التليجرام ان شاء الله رب العالمين. جروب التليجرام باختصار عليه معسكرات وعليه نصائح مذاكره وعليه كل حاجه تخص ثانويه عامه. ما تنساش اللي انا قلت لك، جروب التليجرام مهم جدا. طيب، اول حاجه كده عاوز اكلمك عنها في طريقه مذاكره الكيمياء. بص بالطريقه بقى اللي هي من الاخر. اول حاجه كده في طريقه مذاكره الكيمياء صح، و يعني كحاجه انت ذات نفسك هتقول عليها شيء كويس. اول حاجه كده لازم مربوط من التلخيصات. التلخيصات هي بعبع الكيمياء، او هي هي اساس الكيمياء. خليني دلوقتي اكلمك عن التلخيصات. ده الباب الثاني في الكيمياء اهو، لو انت شايف ادي عديد التاكسد، ادي عندك عديد التاكسد، وادي الاحماض حسب الثبات، وادي عندك الحاجات اللي بتدوب والحاجات اللي ما بتدوبش في الميه، وادي عندك هنا الوان الرواسب. شوف انت كمخطط زي ده اهو، كمخطط زي ده انت لو بصيت عليه هتلاقي نفسك لميت باب كامل في ورقه، باب كامل في ورقه. انت ما تيجي تحل هتيجي تبص، هتيجي تفتكر الحاجه هتلاقيها مترتبه في دماغك كده زي ترتيب الورق. بص عندك برضو هنا ادي الكشف عن الكاتيونات، وادي الكشف عن الانيونات في ورقه بسيطه جدا. انت لو بصيت عليها هتلاقي نفسك ملخص فيها كل دنيتك. فانت عندك برضو في الحديد عندي 3 ملخصات دول، ان شاء الله لما تنضم لجروب التليجرام هتلاقيهم تحت على طول. ال3 ملخصات دول هينزلوا لك النهارده على جروب التليجرام بتوع الكيمياء. طيب، دي اول طريقه من طرق مذاكره الكيمياء. يبقى اول طريقه من طرق مذاكره الكيمياء ان انت تعمل سكيما او تلخيص للفصل كامل للحاجه اللي واقعه منك. يعني عندك الحديد لو انت لخصته كده الفصل الاول خلص. عندك الفصل الثاني الرواسب والوان الرواسب وعديد التاكسد والحاجات دي كلها، لو انت عملت لها ورقه برضو زي الورقه دي يبقى انت كده خلصت الفصل الثاني. عندك الفصل الثالث المسائل والمعادلات وكل حاجه، لو انت عملتها برضو ورقه زي دي يبقى انت خلصت. فصدقني تلخيصات هي اهم طريقه من مذاكره الكيمياء. التلخيص ده بقى استفاده منه اكبر واكبر واكبر. في ناس تقول لي مش هنعرف نذاكر التلخيص، هنحطه كده، هنبقى نحطه على الحيطه كده. احنا داخلين دلوقتي نذاكر، وليكن ده المكتب بتاعنا، داخلين نذاكر اهو، بصينا عليهم بص، وليكن كل يوم ثانيه بصينا بس كده، احنا معديين بصينا على التلخيص ده يوم مع يوم يوم مع يوم، هتلاقي نفسك حفظته. ومش حفظته بس، ده انت هتحل بيه زي ترتيبته. يعني الترتيب بتقول عليه مثلا هنا الوان الرواسب، هنا الحاجات اللي بتدوب، هنا الحاجات اللي ما بتدوبش، هنا اثر الحراره، هنا الاكسده والاختزال اهو. هتيجي انت تحل هتلاقي نفس الترتيبه دي في دماغك كانك بتحفظ قران. فاهم حاجه من طرق مذاكره الكيمياء الا وهي التلخيص. تاني حاجه عندنا من طرق مذاكره الكيمياء في الحل انك تكتب القوانين كلها ورا بعضها برضو في تلخيصه زي دي. ليه بقى؟ وتميز المسائل من كلمه. يعني مثلا عندك عند ترسيب يبقى دي مسائل الترسيب، عند معايره يبقى دي مسائل المعايره، عند مثلا اضافه ميه يبقى مسائل المعايره برضو، عند تبخر يبقى دي مسائل التطاير. كلمه بتميزك في المساله. تعرف الكلمه دي بقى؟ طب يجي واحد يقول لي طب احنا استفدنا من الكلمه دي. لا، استفدت كتير. عندك في مسائل التطاير لها قانون، عندك مسائل المعايره لها قانون، عندك مسائل الترسيب لها قانون. وهتعمل ده طرفين في وسطين وتطلع كتله الناتج الراسب او تطلع عدد مولات الراسب. وبالتالي يبقى من اهم طرق مذاكره الكيمياء عمليا ان انت تكتب القوانين وتركز في الكلام اللي موجود. طيب، تالت حاجه التربيط ببعضه. يعني ايه التربيط ببعضه؟ يعني مثلا يجيب لك حاجه من الباب الاول يربطها لك بالباب الثاني، خصوصا في الحديد. يعني انت عندك هنا في الكشف عن الكاتيونات، كشف عن الكاتيونات، الحديد الثنائي والحديد الثلاثي. طيب، الحديد الثنائي والثلاثي انت واخده في الفصل الاول في الحديد. فانت لما تعمل خريطه، انا هبعتها لك جروب التليجرام ان شاء الله، تعمل خريطه الفصل الاول كيمياء الحديد، تربطها بالفصل الثاني بتاعك، يبقى انت كده ظبطت دنيتك قوي. طيب، اخر حاجه عشان ما اطولش عليك الفيديو ان شاء الله رب العالمين، الا وهي بدل ما تحفظ المعادلات زي ما قلت لك برضه لخصها. اخر حاجه اتكلم عنها النهارده ان شاء الله، بلاش تذاكر الكيمياء بالورقه والقلم. لا، انت لما تذاكرها بتلخيص زي دي او تعلقه توفرت على نفسك كتير جدا. بالنسبه للحل، الناس بتقول لي احنا ما بنعرفش نحل كيمياء، الناس بتقول لي ما بنعرفش نحل كيمياء، الناس بتقول لي ما بنعرفش نحل كيمياء. لا، انا اقول لك بقى دلوقتي على حاجه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي جيت تحل مثلا سؤال كيمياء
ربطوا لك بسؤال مثلا من حته تانية، مثلا مساله وليكن مسائل جزئيه المسائل، ربطها لك مثلا بحته في الباب الاول او ربطها لك بحته في الباب الثاني. انت هتجيب السؤال كده وتفصصه جزئيات. مثلا يقول لك عند اضافه مثلا H2S الى مثلا كبريتات الرصاص او الى اضافه مثلا كذا تكون الراسب، يبقى حلو. يبقى انت تكتب المعادله دي كذا زي كذا وادانا راسب كذا، الراسب ده مثلا يقول لك كتلته كذا، حلو. وعند اضافه الراسب اللي طلع ده مثلا الى كذا طلع الراسب تاني، يبقى تجيب الراسب اللي طلع مع الراسب التاني وتعملهم قصاد بعضهم طرفين في وسطين. هنا مثلا 1 مول وهنا مثلا 2 مول، هنا مديك الكتله الاولانيه وهنا مش مديك كتله، طرفين في وسطين هتطلع الكتله. دي حته المسائل. طيب حته بقى النظري واللي اغلب الطلبه بتاع فيه، انت خدت دلوقتي اول 3 ابواب، فانا اقول لك السكيما بتاع كل حاجه. اول حاجه في الباب الاول عندك ايه؟ الحديد التلخيص اللي هنزله لك النهارده على الجروب كفيل ان هو يخليك تحل اي سؤال، وانا دي على ضمانتي ان شاء الله رب العالمين، وهقول لك ازاي تحل وهبعت لك دلوقتي على جروب التليجرام. طيب تاني حاجه الباب الثاني الورقه دي برضو كفيل انك تخليك تحل زي الباشا. هقول لك بقى على الاسئله اللي بتيجي. يقول لك مثلا عند اضافه HCl الى الكبريتيد، محلول الكبريتيد تصاعد غاز SO2. طيب SO2 معروف عنه ان هو بيطلع نفاذ الرائحه وبيخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم. حلو. هيقول لك بقى مش هيقول لك تصاعد غاز SO2، هيقول لك تصاعد غاز يخدر ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم. حلو. يبقى انت كده عرفت من مضمون الكلام ان هو SO2. طيب وعند اضافه محلول ما الى كبريتيت كبريتيت اي كبريتيت بقى، كبريتيت الفضه اي كبريتيت تكون راسب ابيض. يبقى انت تعرف ان المحلول اللي اتضاف ده AgNO3. ليه؟ تكون راسب ابيض، الراسب الابيض هو Ag2SO3. فانت تربط المعلومتين ببعض. يبقى احنا فصلنا المساله خصوصا في الباب الثاني، فصلنا اهو. اول حاجه تصاعد غاز يبقى يخدر ورقه مولوله بثاني كرومات البوتاسيوم، عرفنا ان الغاز اللي بيخدر هو ايه؟ SO2. طيب ال SO2 يبقى احنا كده عرفنا ان ال SO2 يبقى عندنا الماده دي هي الكبريتيت. طيب الكبريتيت لما هو قال لك الماده ابيضت، فانت تعرف من الوان الراسب ان الماده البيضاء اللي عندك من الكبريتيت هي ال Ag2SO3. بس كده وبالتوفيق، سلام.